هل سبق وسألت نفسك لماذا نواجه صعوبات في النطق أو التواصل؟ ومتى يكون هذا الأمر طبيعياً؟ ومتى يحتاج إلى تدخل؟ أهلاً وسهلاً بكم في هذه القناة. أنا لبنى، أخصائية تقويم النطق. أدعوكم لمتابعة هذا الفيديو حتى النهاية، لأن فيه معلومات مهمة قد تفيدكم. يصل كثير من الآباء والأمهات إلى مرحلة اتخاذ قرار استشارة أخصائية تقويم النطق بعد تردد طويل وتساؤلات كثيرة ومخاوف متعددة، فيكون السؤال الأكثر شيوعاً: ماذا سيحدث في أول حصة؟ وهل سيتعرض الطفل للضغط؟ وهل سيكون هناك تشخيص فوري؟ وهنا من المهم أن نوضح أن أول حصة في تقويم النطق ليست حصة علاج، ولا حصة تمارين، ولا حصة اختبار، بل هي لقاء أول يهدف إلى الفهم وإلى بناء صورة شاملة عن الطفل، وعن طريقة تواصله، وعن بيئته الأسرية. في الغالب تبدأ أخصائية تقويم النطق بالاستماع للوالدين، تطرح أسئلة حول تطور الطفل وتاريخ الكلام والحمل والولادة والبيئة اللغوية في البيت. وهذه الأسئلة ليست للمحاسبة ولا للحكم، بل لفهم السياق الذي يتطور فيه الطفل، فكل طفل يتأثر ببيئته وبتجاربه وبطريقة التواصل معه. بعد ذلك تبدأ فترة ملاحظة الطفل، وهنا يجب أن نؤكد أن الملاحظة تكون في جو هادئ وعبر اللعب ودون أي ضغط، فالطفل لا يطلب منه أن يجيب أو أن يردد أو أن يؤدي مهمة معينة، بل يترك ليتصرف بطبيعته ويلعب ويتفاعل ويعبر عن نفسه بالطريقة التي يستطيعها. تراقب الأخصائية طريقة تواصله ونظره واستجابته واستعماله للإشارات وللأصوات وللكلمات، كما تلاحظ تفاعله مع الوالدين ومع المحيط. ومن النقاط المهمة أن أخصائية تقويم النطق لا تصدر حكماً فورياً من أول لقاء، ففي كثير من الحالات تكون الحصة الأولى مجرد خطوة للاطمئنان أو لتوجيه الأسرة، وقد تخرج الأسرة بنصائح بسيطة تتعلق بطريقة الكلام والتفاعل واللعب في البيت. وفي حالات أخرى قد تقترح متابعة أو تقييم أعمق حسب احتياجات الطفل. ومن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض الوالدين تحضير الطفل للحصة على شكل تلقين أو ضغط، فيقولون له: يجب أن تتكلم، أو أن تجيب، أو أن تري أنك تعرف. وهذا قد يزيد من توتر الطفل ويؤثر على طريقة تواصله. الأفضل أن يذهب الطفل بشكل طبيعي وأن يشعر بالأمان. وكذلك من المهم أن يكون الوالدان صريحين وواقعيين في نقل ما يلاحظان في البيت، فهذا يساعد على فهم الوضع بشكل أدق. وبعد أول حصة يختلف المسار من طفل إلى آخر، فبعض الأطفال يحتاجون فقط إلى توجيه أسري، وبعضهم يستفيدون من متابعة بإيقاع مناسب. وفي كل الأحوال يبقى الهدف الأساسي هو دعم الطفل وتسهيل تواصله، وليس تصنيفه أو وضع لقب له. ومن الأمور التي يجب أن يكون الوالدان على دراية بها أن تفاعل الطفل في أول حصة قد يكون مختلفاً عما هو عليه في البيت، فبعض الأطفال يظهرون خجلاً أو صمت أو تحفظاً عند وجود شخص جديد، وهذا أمر طبيعي ولا يدل على تفاقم المشكلة ولا على فشل الحصة. فأخصائية تقويم النطق
تأخذ هذا العامل بعين الاعتبار، وتعلم أن بناء الثقة قد يحتاج إلى وقت، ولذلك فإن بعض الأطفال لا يظهرون قدراتهم الحقيقية من الحصة الأولى، وهذا لا يعني أن التقييم غير دقيق، بل يعني أن الملاحظة تتم على مدى أكثر من لقاء. ومن المهم أن يفهم الوالدان أن الصمت أو عدم التفاعل في الحصة لا يعتبر فشلاً، بل هو معلومة تساعد على فهم شخصية الطفل وطريقته في التعامل مع الجديد. ومن الجوانب المهمة أيضاً أن أخصائية تقويم النطق لا تقيم النطق وحده، بل تنظر إلى الصورة الكلية للتواصل، فتلاحظ طريقة الجلوس والانتباه والتنفس والتعبير الوجهي، كما تلاحظ استجابة الطفل للتغيير وقدرته على تبادل الدور واستعماله للإشارات. فهذه العناصر كلها تشكل أساس التواصل، وتسبق في أهميتها النطق اللفظي في بعض المراحل. ومن الأسئلة التي يطرحها الوالدان كثيراً: هل سيتحدث الطفل في أول حصة؟ والجواب أن الهدف ليس إجبار الطفل على الكلام، فالتواصل يبدأ بالأمان وبالشعور بالقبول. وعندما يشعر الطفل أنه غير مجبر وغير مقارن وغير مقيم، فإنه يبدأ تدريجياً في إظهار ما لديه. ومن المهم أن يعرف الوالدان أن أخصائية تقويم النطق تعمل دائماً على وضع الطفل في مركز العلاج، فلا تفرض أهداف لا تناسب عمره ولا قدراته ولا شخصيته، بل تبنى الخطة تدريجياً وبتوافق مع الأسرة. ومن المواضيع الحساسة التي تظهر بعد أول حصة مسألة الانتظار، فبعض الوالدين يتوقعون نتائج سريعة أو تغييراً فورياً، ولكن تقويم النطق مسار تدريجي يبدأ ببناء الثقة، ثم تطوير التواصل، ثم تعزيز اللغة والنطق. ولذلك فإن الصبر والاستمرار والتعاون مع الأسرة هي عناصر أساسية لنجاح أي مسار علاجي. ويبقى أن أول حصة ليست نهاية الطريق، ولا حكماً ولا تشخيصاً نهائياً، بل هي بداية فهم وبداية تعاون وبداية مسار يهدف في الأساس إلى تسهيل تواصل الطفل ودعمه في طريقه. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن يكون المحتوى قد كان واضحاً ومفيداً لكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وترك أسئلتكم في التعليقات. شكراً لكم على المتابعة، وأراكم في فيديو قادم.